السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. بنكمل كلامنا النهارده في سلسله نتوركينج اند اي تي فاندامنتالز، وكلامنا النهارده عن موضوع مهم جدا ان انت تكون عارفه، موضوع بسيط وسهل الفهم وهتحبه جدا النهارده. كلامنا النهارده عن الدي ان اس او الدومين نيم سيستم. عندنا في عالم الشبكات الكمبيوترات او الاجهزه اما يحبوا يتواصلوا مع بعض يبعتوا لبعض رسائل، يبعتوا لبعض ملفات، ايا كان نوع التواصل ده. لما الكمبيوترات دي بتحب تتواصل مع بعض لازم كل كمبيوتر يكون عنده اي بي ادرس علشان التواصل ده يتم. يعني دلوقتي لو احنا عندنا جهاز A عايز يكلم جهاز B، لازم جهاز A يكون عارف الاي بي ادرس بتاع جهاز B، وعلشان جهاز B يرد عليه لازم يكون عارف الاي بي ادرس بتاع جهاز A. يعني من الاخر في اي بي ادرس في تواصل على الانترنت، مفيش اي بي ادرس مفيش تواصل على الانترنت. تقدر تقول على الانترنت انه عالم افتراضي، وعلشان اي جهاز يقدر يدخل العالم الافتراضي ده لازم يكون معاه الباسبورت او الفيزا اللي تدخله العالم ده. والباسبورت ده هو الاي بي ادرس. معاك اي بي ادرس تقدر تخش العالم ده وتعمل اي حاجه انت عايزها جوه. مش معاك اي بي ادرس ما تقدرش تدخل. ولو ما تعرفش يعني ايه اي بي ادرس تقدر ترجع للفيديوهات اللي فاتت عندي وهتلاقينا شارحين الاي بي ادرس بالتفصيل. طيب نكمل بقى كلامنا عن الدي ان اس. اي ويب سايت يخطر على بالك، جوجل، فيسبوك، ياهو، ويب سايت الجامعه بتاعتك او حتى ويب سايت الجيم، ايا كان الويب سايت اللي انت بتدخل عليه، الويب سايت ده او الموقع ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن صور، كلام، فيديوهات، نصوص، ايا كان المحتوى اللي موجود داخل الويب سايت ده. الحاجات دي كلها بتكون متخزنه على شكل صفحات ويب او HTML pages. ما سالتش نفسك انت بقى الحاجات دي فيزيكال او بشكل فعلي بتكون متخزنه فين؟ اصل هي مش موجوده في السماء كده مش طايره وخلاص، ليها مكان وبتكون متخزنه في المكان ده. المكان ده بقى هو الويب سيرفر او بالعربي كده زي ما بيسموها الخوادم. الويب سيرفر ده جهاز كمبيوتر عادي جدا، بيكون بامكانيات قويه طبعا غير الاجهزه اللي هي بتاعتنا العاديه. ايا كان الموقع اللي انت بتستخدمه بيكون ليه ويب سيرفر او خادم جهاز كمبيوتر، وكل الحاجات اللي تخص الموقع ده، الصفحات والصور والكلام والحاجات دي كلها بتكون متخزنه على الويب سيرفر ده. فلو انت عايز تدخل على ويب سايت معين، تعمل اي حاجه على الويب سايت ده، لازم تكلم كده السيرفر اللي الويب سايت ده مرفوع عليه. السيرفر ده جهاز عادي زي اي كمبيوتر، يعني علشان يتواصل او يبعت لك حاجه او يرد عليك لازم برضه يكون عنده اي بي ادرس، صح؟ لان ده اتفقنا من الاول، احنا قلنا ان مفيش اي جهاز يقدر يتواصل او يعمل اي حاجه تخص التواصل الا لما يكون عنده اي بي ادرس. هل معنى كلامك ده ان انا لو عايز ادخل على امازون، عايز ادخل على موقع الجامعه، لازم اكون عارف عنوان السيرفر اللي المواقع دي مرفوع عليها؟ الاجابه ايوه. حد منكم ممكن يقول لي على فكره انا بدخل على اي موقع انا عايزه من غير ما اكتب الاي بي ادرس بتاعه. كل اللي انا بعمله بفتح البراوزر بتاعي واكتب الدومين نيم، اكتب مثلا جوجل دوت كوم وادوس انتر وجوجل بيفتح على طول. انا اصلا ما كتبتش العنوان بتاعه، انا ما كتبتش الاي بي ادرس بتاع جوجل، انا كل اللي انا كتبته جوجل دوت كوم، اسم جوجل بس. تعالوا كده نجرب دلوقتي ندخل ونشوف مع بعض. يعني دلوقتي مثلا انا فاتح البراوزر بتاعي او المتصفح بتاعي وهبدا كده اجرب اقول له ياهو مثلا دوت كوم وادوس انتر. زي ما انت شايف هو فتح الموقع من غير اي مشكله، بالرغم ان انا ما كتبتش الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي ياهو مرفوع عليه. انا كل اللي انا كتبته كتبت الدومين نيم ياهو دوت كوم ودوست انتر وكل حاجه فتحت والدنيا تمام من غير اي مشاكل. هقول لك هو ده الدي ان اس او الدومين نيم سيستم. دي وظيفه الدي ان اس. الدي ان اس وظيفته بدل ما يخلي حضرتك تتعب وتبدا حافظ كل الاي بيهات بتاعت المواقع اللي انت عايز تدخلها، بيقول لك اكتب بس انت الدومين نيم او اسم الموقع ده، وانا عارف ومخزن عندي الاي بي ادرس بتاع الموقع ده هيبقى ايه وهجيبه لك على طول من غير ما تتعب نفسك وتبدا تحفظ كل الارقام اللي موجوده في الدنيا. تقدر تشبه الدي ان اس بدليل الهاتف اللي هو بيكون موجود على الموبايل. هل انت دلوقتي حافظ كل ارقام الناس اللي انت عايز تكلمها؟ بالتاكيد لا، انت مش حافظ كل ارقام الناس. كل اللي انت بتعمله بتدخل على الموبايل بتاعك وتختار اسم الشخص اللي انت عايز تكلمه او تكتب اسم الشخص ده وبتدوس اتصال. انت مش بتتصل من خلال الرقم، انت بقيت بتتصل من خلال الاسم، وهو ده الدي ان اس. انت مش بتدخل دلوقتي تكتب الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي الموقع ده مرفوع عليه، لا انت بتكتب الدومين نيم او اسم الموقع ده والنتيجه بتظهر لك. اظن انت كده عرفت فائده الدي ان اس. فائده الدي ان اس ببساطه ان هو بيبدا ياخد الدومين نيم او اسم الموقع ده ويحوله لاي بي ادرس، علشان ذاكره حضرتك مش مصممه اصلا انها تحفظ الاي بي ادريسيز بتاعت كل السيرفرات اللي مرفوع عليها كل المواقع اللي انت بتدخلها. ده اللي انت بتذاكره بعدها بدقيقتين بتنساه، عايز تحفظ بقى العناوين بتاعت المواقع دي كلها. كلمه دومين بقى اللي احنا عمالين نقولها اللي هي ياهو دوت كوم اللي هي موجوده دي كده على بعضها، ده كده اقصد بيه الدومين نيم. الدومين نيم ده بقى بينقسم لجزئين، الجزء اللي هو بعد الدوت والجزء اللي هو قبل الدوت. يعني في حالتنا هنا الجزء اللي هو بعد الدوت اللي هو دوت كوم الموجود هنا ده كده اسمه توب ليفل دومين. التوب ليفل دومين ده في منه حاجات كتير جدا، في دوت كوم، في دوت اورجانيزيشن او دوت اورج، في دوت اي جي، في دوت نت، ايا كان نوع التوب ليفل دومين المستخدم. الجزء الثاني اللي هو قبل الدوت الموجود هنا ده كده بنسميه سكند ليفل دومين. السكند ليفل دومين ده بيكون اسم الموقع بتاعك او اسم العلامه التجاريه، الاسم اللي انت بتختاره بنفسك، طبعا في حاله ان الاسم ده مش محجوز او مش مستخدم من قبل حد. يعني لو انت دلوقتي عايز تعمل ويب سايت وعايز يكون عندك دومين للويب سايت ده، نفترض دلوقتي ان انت عايز تسمي الشركه دي xyz.com والدومين اللي هو xyz.com ده موجود مع حد تاني غيرك،
في اللحظه دي انت ما ينفعش تسمي شركتك كده، لان هو اوريدي متسمي من قبل حد تاني. يا اما انت بقى تحاول تقنع الشخص ده وتشتري منه الدومين بتاعك، او تحاول تشوف لك اسم تاني. اتمنى بس دلوقتي ان انت تكون فهمت الجزئيه دي كويس جدا، لان احنا محتاجينها دلوقتي في اللي جاي. طيب تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نشوف الموضوع بشكل اكبر. تخيل معايا كده ان انت قاعد قدام الكمبيوتر بتاعك او لابتوب، وفتحت البراوزر، اي براوزر، جوجل كروم، فايرفوكس، مايكروسوفت ايدج، سفاري، ايا كان البراوزر. ولما فتحت البراوزر كتبت في السيرش بار facebook.com. معنى كده ان انت بتقول البراوزر بتاعك انا عايز دلوقتي اكلم facebook.com، عايز ادخل على الفيسبوك. بس المشكله دلوقتي ان انت معاك الدومين نيم، انت معاك اسم الفيسبوك، بس لسه مش عارف الاي بي ادرس بتاعه. وعلشان التواصل ده يتم ما بينك وما بين السيرفر اللي عليه الفيسبوك ويب سايت، لازم انت تكون عارف عنوان السيرفر ده، لازم تكون عارف الاي بي ادرس بتاع السيرفر ده. احنا بقى دلوقتي عايزين نشوف الخطوات اللي احنا هنجيب بيها الاي بي ادرس ده. اي براوزر او متصفح بيكون عنده كاش او ذاكره للتخزين. الذاكره دي بيكون متخزن فيها جدول شبه الجدول اللي احنا شفناه من شويه. يعني يقول لك الدومين نيم مثلا google.com، ويقول لك الاي بي ادرس بتاعه كذا. الدومين نيم facebook.com، والاي بي ادرس مثلا بتاعه كذا. اللي بيحصل ان الكمبيوتر بتاعك بيبدا يبص في الكاش بتاعته او في الذاكره بتاعته، ويشوف هل دلوقتي الاي بي ادرس بتاع facebook.com موجود عندي ولا لا. لو الاجابه ايوه يبقى الدنيا تمام وهيجيب لك صفحه الفيسبوك والدنيا حلوه وهيشتغل. طيب لو الاجابه لا، بيبدا يروح دلوقتي على الاوبريتنج سيستم ويبدا يشوف الكاش اللي في الاوبريتنج سيستم. نفس الكلام، الاوبريتنج سيستم بيكون فيه ذاكره وبيكون مخزن فيها تيبل زي اللي احنا شفناه بتاع الدي ان اس تيبل. يبدا يبص دلوقتي في الاوبريتنج سيستم كاش، هل دلوقتي الاي بي ادرس بتاع السيرفر بتاع فيسبوك موجود في الكاش بتاعت الاوبريتنج سيستم ولا لا. لو الاجابه ايوه يبقى الدنيا تمام والفيسبوك هيشتغل والدنيا حلوه. طيب لو الاجابه لا، ايه اللي بيحصل؟ لو ما لقيناش الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي عليه موقع فيسبوك دلوقتي موجود في الكاش بتاعه الاوبريتنج سيستم، في الحاله دي الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل هيبعت كويري او استعلام للدي ان اس سيرفر ريزولفر. الريزولفر ده بيكون الدي ان اس سيرفر اللي موجود عند الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر. والاي بي ادرس بتاع الدي ان اس ريزولفر ده بيكون متسجل عندك في الاعدادات بتاعه الكمبيوتر بتاعك. يبقى دلوقتي الكمبيوتر بتاعك بعد ما لقيش الاي بي ادرس بتاع فيسبوك عنده، هيبدا يبعت رساله للدي ان اس سيرفر ريزولفر اللي هو موجود عند الاي اس بي، ويقول له يا عم ريزولفر انا دلوقتي عايز الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي مرفوع عليه فيسبوك. الريزولفر هيبدا يدور دلوقتي في الكاش بتاعته على الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك. لو لقي الاي بي ادرس يبقى خير، هيبعته للكمبيوتر بتاعك والكمبيوتر بتاعك يفتح الفيسبوك والدنيا تمام. طيب افرض بقى احنا ما لقيناش دلوقتي الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك. في الحاله دي الريزولفر هياخد الرساله بتاعتك اللي هي كانت احنا عايزين نعرف الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك، هيبدا ياخد الرساله دي ويبعتها لحد اسمه الروت سيرفر. الروت سيرفر ده المعلم، ده الرئيس بتاع الدي ان اس سيستم. يبقى دلوقتي الريزولفر هيكلم الروت سيرفر ويقول له يا عم الروت انا عايز اعرف الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك، ممكن يا عم الروت تقول لي الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك؟ الروت دلوقتي هيستقبل الرساله بتاعتك ويقول لك والله انا بود اساعدك، انا كان نفسي اساعدك بس انا ما اعرفش اقول لك عنوان الفيسبوك على طول، بس بما ان الدومين بتاعك دوت كوم انا هوديك لواحد دلوقتي بيتعامل مع الدوت كوم. يبقى دلوقتي الروت سيرفر هيرد على الريزولفر وهيبعت له عنوان. بس خلي بالك، هو مش هيبعت له عنوان الفيسبوك، لا ده هيبعت له عنوان الشخص اللي المفروض ان هو هيدل على عنوان الفيسبوك. بناء على العنوان اللي الريزولفر اخده من الروت هيبدا يكلم الشخص الجديد واللي هو اسمه تي ال دي او توب ليفل دومين سيرفر. التوب ليفل دومين سيرفرز دي السيرفرات اللي بيكون فيها كل التوب ليفل دومينز، يعني في سيرفرات تخص دوت كوم، في حاجات تخص دوت نت، وهكذا على حسب بقى التوب ليفل دومين المستخدم. المهم ان احنا في حالتنا دي دلوقتي بنتكلم عن الدوت كوم. يبقى دلوقتي ريزولفر هيكلم التي ال دي ويقول له يا عم التي ال دي انا عايز الاي بي ادرس بتاع الفيسبوك. هيرد عليك ويقول لك والله برضو يا ابني انا كان نفسي اساعدك بس صدقني مش هعرف، انا كل اللي انا اعرفه التوب ليفل دومين، انما انا ما اعرفش السكند ليفل دومين. وفي الرساله اللي هو يبعتها لي دي هيبعت لي برضو عنوان شخص او عنوان سيرفر، وهيقول لي بص روح للسيرفر ده والسيرفر ده هيعرف كل حاجه عن الدوت كوم، اي سكند ليفل دومين يخص الدوت كوم هتلاقيه موجود هناك. وما تقلقش انا مش همرمطك معايا تاني، ده اخر سيرفر هتروح له. لو انت لقيت الاي بي اللي انت عايزه هناك يبقى تمام، لو انت ما لقيتش الاي بي هناك يبقى بالسلامه خلاص. فما تتعبش نفسك وتدور تاني لانك مش هتلاقيه اصلا. الريزولفر دلوقتي هيبدا يكلم الراجل اللي التي ال دي قال له عليه، والراجل ده اسمه الاوثوريتيف نيم سيرفر او بنسميه احيانا الاس ال دي او السكند ليفل دومين سيرفر. وده بقى يعرف كل حاجه عن الدومين بما فيهم الاي بي ادرس بتاع فيسبوك اللي احنا بندور عليه. الاوثوريتيف نيم سيرفر دلوقتي هيبدا يدور عنده في الكاش، يدور عنده كاش كده كبيره او داتابيس كبيره موجود فيها بقى كل السكند ليفل دومين بتاعه الدوت كوم، واخيرا لقي فيسبوك دوت كوم والاي بي ادرس بتاعه الحمد لله. بعد ما الاوثوريتيف نيم سيرفر لقى العنوان بتاعه هيبدا يرد على الريسيرفر يقول له خد يا عم عنوان الفيسبوك اللي انت عايزه. دلوقتي الريزولفر بقى موجود معاه الاي بي ادرس بتاع فيسبوك دوت كوم. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ هيخزنه عنده في الكاش
علشان لو اي جهاز احتاج الاي بي ده تاني ما يبداش بقى يلف اللفه دي كلها، لا يبقى موجود عنده في الكاش، ما يحتاجش ان هو يروح للروت وبعد كده الروت مش عارف ايه والليله دي كلها، بقى موجود عنده في الكاش ولما حد يحتاجه يبعته له على طول. بعد دلوقتي ما الريزولفر او الدي ان اس سيرفر اللي موجود عند الاي اس بي خزن الاي بي ادرس بتاع فيسبوك عنده في الكاش، هيبدا دلوقتي يبعت العنوان ده للكمبيوتر بتاعك ويقول للكمبيوتر معلش يا عم اخرت عليك شويه، بس لو انت كنت تعرف كنت بعمل ايه علشانك، ده انا اتمرمطت ما بين السيرفرات، خد يا عم الاي بي ادرس بتاع فيسبوك اهو واعمل اللي انت عايزه على الفيسبوك. دلوقتي الكمبيوتر بتاعك بقى معاه الاي بي ادرس بتاع فيسبوك، هيبدا بقى يفتح فيسبوك والدنيا تمام، بس برضه هيخزنه عنده في الكاش علشان بعد كده لو احتاج فيسبوك تاني ما يحتاجش برضه يروح للريزولفر. طيب افرض بقى من الاول لو كان الاوثوريتيف نيم سيرفر ما لقيش اصلا الاي بي ادرس بتاع فيسبوك، ايه اللي كان هيحصل؟ كان هيبعت لك ايرور مسج، يبقى الاوثوريتيف نيم سيرفر هيبعت الايرور مسج دي للريزولفر والريزولفر يحول الايرور مسج دي ليك. وفي النهايه في حاجه عايزك تعرفها، ان الدي ان اس سيستم ده عباره عن هيراركي، يعني شكل هرمي كده، عندنا روت سيرفرز والسيرفرز دي عباره عن 12 او 13 ست، 12 او 13 مجموعه من السيرفرات وبيكونوا متوزعين في كل حته حوالين العالم، والروت سيرفر دي بتبدا تبعت للي تحتها على طول اللي هو التي ال دي او التوب ليفل دومين، التوب ليفل دومين بيبدا يبعت للي تحته اللي هو الاوثوريتيف او السكند ليفل دومين. وبس كده خلاص، ده كده كان كلامنا النهارده عن الدي ان اس سيستم. وفي اخر الفيديو ما تنساش لو الفيديو عجبك او استفدت انك تعمل لايك وتشترك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه، ولو احتجت اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك على طول ان شاء الله. مع السلامه.